هل جه عليك وقت وحسيت انك ما عندكش اي افكار جديدة، مش قادر تبدع في اي حاجة انت بتعملها، وكأن في حاجة منعاك انك تبقى شخص مبدع؟ لو كان جالك الاحساس ده فانت بتمر بحاجة اسمها كرياتيف بلوك او العقبة الابداعية. عشان كده هنتكلم في الكتاب ده عن 5 حاجات مهمة، حاجات هتساعدك انك تكون شخص مبدع. لو انت بتعمل حاجة والحاجة دي محتاجة منك انك تكون مبدع، انك تكون شخص مختلف، او ان يكون عندك افكار جديدة، زي مثلا انك تكون بتشتغل في التصميم او في مجال الاعلانات، او حتى عندك قناة وبتعمل فيها محتوى معين على اليوتيوب، او انك تكون بتشتغل في اي مجال، او عندك مشروع خاص بيك ومحتاج انك تكون مختلف عن منافسينك عشان تقدر تتميز وتنجح في المجال ده، بس للأسف انت لسه ما عندكش الخبرة الكافية انك تكون كده. ساعتها هتكون واقع في مشكلة، لانك هتبقى شايف ان في ناس احسن منك ومتفوقة عليك في المجال ده، ناس عندهم خبرة كبيرة ومميزين جدا في المجال ده، وانت عمرك ما هتقدر توصل لنفس مستواهم الابداعي اللي هم فيه. والحقيقة انك مش محتاج تعمل كده. الكاتب بيقول nothing truly original، يعني مفيش حاجة اصلية 100%. ولو انت بصيت على اي حد بيعمل حاجة جديدة ومختلفة، زي مثلا الايفون، ممكن تقول انه اختراع جديد ومحدش عمله قبل كده، لكن لو بصيت على تاريخ الايفون هتلاقيه واخد افكار موديلات تانية كتيرة وجمعهم في الايفون. والحقيقة مش ايفون بس اللي بتعمل كده، لانك لو بصيت حواليك وركزت هتلاقي ان كل حاجة حوالينا مش فريدة من نوعها، ولكنها مجرد نسخة معدلة من حاجة تانية. بمعنى تاني، مش هتلاقي حد مبدع 100%. لكن اللي انت مفروض تعمله هي حاجة اسمها imitation او التقليد، وهو انك تحاول تقلد الناس الاحسن منك. اختار افضل الناس المميزين في مجالك وحاول تاخد افضل حاجة فيهم. اكتشف نقاط ضعفهم واكتشف نقاط قوتك، وطور من نفسك لحد ما توصل لمرحلة انك تكون مميز في الحاجة اللي بتعملها وليك اسلوبك الخاص. ومع الوقت هتلاقيك وصلت لمرحلة ان الناس هي اللي ممكن تنسخ منك، مش العكس. حصل لك قبل كده انك فضلت ساعات طويلة جدا عشان تحاول تجيب فكرة معينة، ورغم كل الوقت ده بتلاقي نفسك في الاخر ما وصلتش لحاجة؟ مخ الانسان عشان يوصل لمرحلة الابداع محتاج يدخل في مرحلة اسمها شرود الذهن، وهو انك محتاج تسرح وتفكر عشان توصل للافكار الجديدة، الافكار الابداعية المختلفة. وعشان تقدر تدخل في المرحلة دي محتاج تعمل حاجتين. اول حاجة هي السايد بروجكت او المشاريع الجانبية، يعني ان يكون عندك حاجة تانية تقدر تشتت بيها تركيزك عن المشروع الاساسي. وخلي بالك انت مش محتاج تشتت نفسك بشكل كامل، ولكن بس علشان يكون في حاجة جانبية تقدر من خلالها تدي مساحة لعقلك انه يفكر ويقدر يطلع بأفكار إبداعية جديدة للمشروع الأساسي اللي عايز توصله. تاني حاجة هي don't abandon your hobbies، أو ما تتخلاش عن هوايتك. لو عندك موهبة بتحبها، حاجة بترفه بيها عن نفسك، اوعى تتخلى عنها، لأن الهواية دي بتزود عملية الإبداع اللي عندك، بتخلي عقلك يتشتت وبتدي مخك المساحة إنك تركز في الأفكار اللي أنت عايز توصلها. الشهرة حاجة معظم الناس بتتمناها، خصوصا لو كنت صاحب بيزنس خاص أو بتصنع محتوى معين، فوقتها بتكون عايز توصل بشغلك ده لأكبر عدد ممكن من الناس، وعايز كل الناس تعرف انت مين وبتقدم ايه. لو كنت بتفكر بالطريقة دي فغالبا انت بتقع في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة مش هتخليك شخص مبدع، لان الابداع بيتطلب منك انك تعمل غلطات كتيرة جدا، غلطات في كل مرة بتعلمك انك ما تقعش في الغلط ده تاني، لحد ما توصل انك تكون قادر تأدي اعلى مستوى من الابداع. وعشان تعمل كل الغلطات دي مش لازم يكون عندك ناس كتير بتشوف كل غلطة انت بتعملها، وده اكيد هيسبب لك ضغط كبير واحباط، ويخليك مش قادر توصل لمرحلة الابداع اللي انت عايز توصل لها. وده ما يمنعش انك توصل للناس، بس ما توصلش بأسرع وقت ممكن. لو عايز تعمل اي حاجة فيها ابداع، كل اللي عليك انك تعمل حاجة مهمة جدا بينصح بيها الكاتب، وهي انك تهيئ لنفسك البيئة المناسبة للابداع. وده ممكن تعمله عن طريق حاجتين. اول حاجة جهاز الكمبيوتر اللي انت بتستخدمه، والحاجة التانية انك تستخدم ايدك. جهاز الكمبيوتر لوحده مش هيساعدك انك تطلع بافكار ابداعية، ولكنه هيساعدك انك تتابع الناس اللي انت بتحبها واللي بتلهمك وبتديلك افكار ابداعية من خلال المعلومات والبرامج المختلفة.
الحاجة التانية إنك تستخدم ورقة وقلم علشان تكتب الأفكار والملاحظات والمعلومات، أو إنك ترسم رسومات ليها دلالة لحاجة معينة بالنسبة لك. فكرة إنك تطلع أفكارك على الورق ده بيساعدك بشكل كبير إنك تطلع أفكار عمرها ما كانت هتطلع لمجرد بس إنك تفكر فيها. علشان تقدر تزود إبداعك وتقدر تستمر، لازم يكون عندك القدرة إنك تقاوم حاجة مهمة جدا اسمها الانتقاد. الانتقاد ممكن يحبطك بشكل كبير، ولو ما قدرتش تتعامل مع الانتقاد ده هتلاقي إن عندك مشكلة كبيرة في عدم التركيز على شغلك، أو إنك تقدر تكون مبدع في شغلك اللي بتعمله. في بعض الانتقادات ممكن تساعدك إنك تطور من شغلك، وزي ما الكاتب بيقول إن في بعض الانتقادات كانت بتستفزه علشان يقدر يكون شخص مبدع أكتر من الأول، لأنها بتخليه دايما يتحدى نفسه. الخلاصة، مهما كان مجال عملك، لو انت فعلا عايز توصل لمرحلة الإبداع، في 5 حاجات مهمة لازم تعملها. أول خطوة إنك تسرق كفنان، أو بمعنى آخر حاول تنسخ الآخرين، الناس اللي تقدر تلهمك وتتعلم منها لحد ما توصل لأسلوبك الخاص. تاني خطوة إنك تشتت ذهنك، بمعنى إنك تحاول ما تركزش بشكل تام على المشروع الأساسي، وحاول إن يكون عندك أنشطة أو مشاريع جانبية بحيث إنك تسيب مساحة لعقلك إنه يقدر يطلع أفكار إبداعية. تالت خطوة إنك تتجنب الشهرة السريعة، وهو إنك تاخد وقتك بحيث إنك تغلط غلطات كبيرة من غير ما تحس بالضغط من المحيط اللي حواليك، وتقدر تطلع أحسن ما عندك. رابع خطوة إنك تهيئ لنفسك بيئة الإبداع، وهو عن طريق استخدامك للكمبيوتر واستخدامك لكتابة الملاحظات أو الرسومات اللي هتخليك تطلع أفكار إبداعية. أما الخطوة الخامسة والأخيرة إنك تتجاهل الانتقادات اللي بتسبب لك إحباط وبتخليك شخص غير قادر على الإبداع. تجاهلك للانتقادات السلبية اللي ملهاش أي قيمة هتخليك تبدع بشكل أكبر.